عليكم ورحمة الله. نهاركم مبروك، يومكم موفق إن شاء الله. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، تكونوا كامل بصحة جيدة وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. اليوم جيتكم فيديو جديد بوصفة جديدة، يعني اللي هي تحلية من التحليات الرمضانية، وجبتها لكم بحجم عائلي. نتمنى تجربوها يا البنات وتردوا لي في التعليقات وباللي زعما الوصفة نجحت معاكم. وهذه هي حباباتي، واللي أول مرة تدخل القناة نقولها مرحبا بك في القناة. ما عليها إلا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وما تنسوش تدعمونا بليجام وبارطاجيو مع الحباب باش تعم الفائدة وكامل الناس تشوف الوصفات السهلة والاقتصادية. نمروا لطريقة التحضير بالمقادير على بركة الله. هنا عندي نص كاس تاع السيرو العادي اللي نطيبوه بكاس كاس سكر وزوج كيسان ماء برونش تاع الليم. عندي نص كاس، انا بقى لي هذا السيرو درته هنايا نكهة اختيارية. وعندي كاس وربع تاع عصير البرتقال. عندي فلون بذوق الكراميل، استعملت انا نص كيس من هذا الفلون، نص كيس يعني فلون بذوق الكراميل. نتوما استعملوا الذوق اللي عندكم. واستعملت زوج مغارف تاع السكر البني. ننصحكم يا البنات في التحليات تاعكم استعملوا السكر البني، او هايل في البنه. عن تجربه مني انا شخصيا ننصحكم به. وهنايا جبت البلا تاعي ودرت يعني عندي الفواكه مقطعه الى قطع صغيره. اي نوع من الفواكه يكون عندك خدمي به. وهنايا هذاك درته يغلي فوق النار. بعد ما غلالي حطيته فوق هذاك الفواكه، ومن بعد نجيبو هنايا باش نخدمو الطبقه الثانيه اللي هي نحتاجو نص لتر تاع الحليب، نحتاجو زوج مغارف تاع مايزينا، ونحتاجو كيس من الفلون بذوق الكراميل. هنا نستعملو كيس كامل. ومن بعد نزيدو زوج مغارف تاع السكر البني. كما قلت لكم يا البنات ننصحكم بالسكر البني، وحنحطو فوق النار. بعد ما غلا وكشو رفد الغليه الاولى الزاوجه طفيت النار. شوفوا كيفاش كيشغل ولا هكا كيشغل ولا ثقيل. درك هنا مادام راه سخون نحط فوق الطبقه الاولى بهذه الطريقه. ما تفرغوش بالكاسرونه فوق الطبقه الاولى، فرغوه بالملعقه. شوفوا هنا الطبقه الاولى والطبقه الثانيه. درك هنايا بعد ما درتوه في الفريجيدال وبرد، اللي تكون مقلقه ديروه في الكونجيناتور نص ساعه ولا يبرد تمتم. وهنا عندي شوكولاته الطلاء، راني رايحه نديرها كطبقه اخيره وكلمسه اختياريه. اللي تبغي دير كراميل من الفوق دير، اللي تبغي دير كيما نقولوا لا كريم شانتي ولا تبغي ديرها دي غوزاس من الفوق ولا ثاني تجيكم شابه وهايله. وهنا عندي الفواكه، عندي البنان وعندي الفخاز اللي راني رايحه نديكوري بهم كديكور، يعني كتزيين بسيط. انا جاتني هذه الفكره هكا باش الحبه تاع البنان نزين بها بهذه الطريقه وخرجت لي هايله. درك هنا قسمت الحبه تاع البنان بالطول، وكي شغل جبت مغرف صغيره وراني نحفر فيها في الوسط بهذه الطريقه. شوفوا هنايا هكا كي شغل ديروا لها هكا، كي شغل ديروا لها حفره هكا غير صغيره. شوفوا هنايا كيفاش تقلعوا منها في الوسط. وهنايا نجيبوا الموس يكون كيما نقولوا يكون حاد باش نقطعوا به الفخاز تاعنا. ومن بعد نجيبوا هذيك الحبه تاع البنان نعمرها بالكراميل. دوك تشوفوني كيفاش نعمرها بالكراميل اللي يكون داخل العلبه.
ان شاء الله يا البنات الشرح تاعي يكون مفهوم والوصفات تاوعي راهم يفيدوكم، وان شاء الله تدعمونا بلي جام وبارطاجيو مع الحباب باش تعم الفائده ويكبر الفيديو. وجبت هاد لي فحاص هكا هذوك قطعتهم بهذيك الطريقه، وهذو خدمتهم درتهم دي طرونش بهذه الطريقه. هاوليك الكراميل اللي قلت لكم عليه راني نعمر في هذيك الحفره هكا. هذا كتزيين اختياري، وكل وحده تزين التحليه تاعها كيما تبغي. وهاي لي التحليه راهي واجده، شوفوا كيفاش خرجت ما شاء الله. نتمنى تجربوها يا البنات في هذا رمضان ان شاء الله، وتردوا لي في التعليقات ان شاء الله. كيما نقولوا ان شاء الله يا ربي المزيد من الوصفات نزيدوا في الايام القليله المقبله ان شاء الله نزيدكم وصفات من المملحات ومن اطباق ومن يعني التحليه خرجت هايله 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 يا البنات. راني متاكده لو كانت تجربوها راح تعجبكم. درك ما نقولكم مع السلامه، دمتم في رعايه الله وحفظه، الى الملتقى ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي نكون خفيفه على قلوبكم. هذه هي، مع السلامه في فيديو جديد ان شاء الله.